كيف حالك ولدي؟ خير. كيف صحة؟ خير. كيف المدرسة اليوم؟ زينة. عندنا إجازة بنروح حديقة. يا ولدي ماشي حديقة في نزوة، لو كان شي حديقة كنت أوديك. إنها الحقيقة، نزوة بلا حديقة. حديقة فلجدارس، والتي كانت تعد أحد أبرز المواقع السياحية في ولاية نزوة، انتهت الآن وأصبحت حديقة تسكنها الأشباح، بعدما كانت حديقة يملأها الأطفال وصيحات الكبار وتجمعات الأهالي والزوار. فأصبح الناس في حيرة وتراودهم التساؤلات أين ذهبت الحديقة الوحيدة في الولاية؟ كما نشاهد مجموعة من الصور المحزنة من الحديقة. الأشجار يابسة، الممرات خالية، والفضلات والزبالة تملأ المكان. ألعاب الأطفال صارت مهجورة ولم تعد صالحة للاستخدام. المنظر العام للحديقة أصبح كئيب بعدما كانت العصافير وكانت المياه، خرير المياه، كانت بهجة الأطفال والفرح في المكان. كانت واحدة من الوجهات التي يأتون إليها الضيوف. كانت الحديقة تشكل بالنسبة لهم استراحة. اليوم نخجل. حديقة فرق التي لم يعد لها أثر بعدما ذهبت بقدوم الشارع المزدوج، فأصبحت ركاما وكأنها لم تكن هناك حديقة، فأين البديل؟ هنا حديقة أخرى افتقدها أهالي الولاية ولا يوجد تعويض. حديقة نزوة العامة التي طوتها الأيام بعدما تم بناء سورها الأمامي، توقف العمل فيها لأسباب مجهولة، والأسئلة تتبادر في أذهان الناس: ما الأسباب الحقيقية وراء عدم اكتمال هذه الحديقة؟ وهل سوف يستأنف العمل فيها أم ستترك هكذا؟ ألا تستحق نزوة حديقة كبيرة يزورها المواطن والزائر؟ فأين المختصين من ذلك؟ بلد حلوة والحمد لله رب العالمين، لكن ناقصنها أشياء كثيرة يعني مثل حدائق، مثل ملاهي. ما حصلنا حاجة يعني شيء للأطفال ولا حاجة لأولاد يجيوا، أو نحن بالنفس إن نجلس مكان نجلس فيه أو نرتاح في مكان ماشي. أول كان حصلنا في مكان في فلجدارس اللي هي كانت الحديقة الأولية كانت موجودة، والحين أشوفها شكل تقفلت يعني. ما نعرف ايش الاسباب اللي صايره. والله هو زين ان الحمد يكونوا يفكروا يعني شويه ويسووا البلديه تعمل حاجات للملاهي، يعني الملاهي مثل الحدائق اللي هي في مسقط كبيره اللي مسويها، مثل حديقه العامرات حاليا الكبيره هذه الحديقه العامرات. والحمد لله اذا يسووا هنا في نزوه نفس الحديقه، الاقل الناس يوم تجي تكون معها مكان تجلس فيه تلعب اطفالها. الناس اللي في النزوة بعدهم اللي هم عايشين في نزوة بالنفس يقدروا يطلعوا أولادهم يعني يوم الإجازات. النزوة ولاية عريقة يأتي السياح من الخارج ومن مواطنين، يعني لازم الجهات اللي موجودة في الدولة تتحرك، تنشئ منتزهات، تنشئ حدائق، تنشئ أماكن لتسلية الأطفال، تسلية الناس بشكل عام يعني. منتزه الغبرة، هذا المنتزه الوحيد هو ما تبقى لهذه الولاية العريقة. هل يعقل ولاية يتجاوز عدد سكانها أكثر من 100,000 نسمة
لا يوجد بها سوى منتزه لا يتسع لأكثر من 10 عوائل فقط. أكثر من علامة استفهام على هذا السؤال. أسئلة كثيرة تدور بين الناس، وآراء تختلف ووجهات متباينة. هكذا تشرق شمس نزوى كل يوم، وهكذا تنتهي الحكاية مع كل غروب، ونبدأ حكاية أخرى مع كل شروق. وكلام الليل يمحوه النهار، لكن في نزوى كلام النهار يمحوه الليل، فلا وعود على أرض الواقع. يا ترى حديقة نزوى متى سوف ترى النور، أم أنها مجرد أحلام تنتهي بواقع مؤلم؟